الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، كلنا بنطمع ونحاول ونجاهد أن نصل إلى الجنة، وليس هناك أحد يتمنى مسلما حقيقيا غير ذلك، ولكن هناك أعظم من نعيم الجنة نفسها. ربنا سبحانه وتعالى قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال العلماء: الحسنى هي الجنة، فما هي الزيادة التي قال فيها ربنا في موضع آخر: ولدينا مزيد؟ اسمع وصل على الحبيب. يقول العلماء: حينما يدخل أهل الجنة ويتكئوا على أريكتهم، فإذ بهم في هذه اللحظة العظيمة إذ يناديهم ربهم ويطلع عليهم من فوقهم، فينظرون إلى الأعلى فإذ بنور عظيم يشع عليهم، فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد غفرت ذنوبنا وبيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة. فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. تخيل انت النعيم العظيم اللي في اللحظة دي. ساعتها يعرف المؤمن ان اللي كان في الدنيا برجلي عليه عشان يروح الجنة هناك ما هو أعظم منه. بل اسمع وصلي على الحبيب مرة تانية. في الحديث الآخر حينما يأتي ربنا سبحانه وتعالى أيضا ويقولون أيضا في هذه الرواية لهذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة برضو ويناديهم ويكلمهم، وبعد أن يحدثهم يعني هل رضيتم؟ فيقولون كما قالوا، فيقول: أزيدكم؟ فيقول: يا رب، فيقول: أنا ربي يعني قد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا قبلنا ولا بعدنا ولم تعطي أحدا من العالمين. فيكشف الله عن وجهه الحجب، فليس هناك نعيم أعظم من أن ترى وجه الله. اسمع، وربنا يكلم كل واحد على حدة، على انفراد. يعني انت متخيل انت لما بتكون بتحب واحد مسؤول او بتحب اي حد وبنفسك تقعد معاه وتحاول تكتر معاه في الكلام، زي ما سيدنا موسى لما ربنا بيقول له: ما تلك بيمينك يا موسى، كان الجواب اللي هو هي عصا، لكن قال له: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. عاوز يكمل الحديث مع رب العزة سبحانه وتعالى. فما بالك أن يحدثك ربك أنت باسمك ويكلمك ليس بينك وبينه أحد يعزل هذا الحديث؟ أي نعيم وأي عظمة ذلك. ويقول بعض العلماء أيضا في أحاديث أخرى وهم يفسرون ذلك أنه سيكون اللقاء هذا كل جمعة في الجنة، ولكل تقدير ما بين الآخرة والدنيا نظامها. ويقولون أيضا أن هناك درجات متفاوتة، فمن الممكن أن يكون هناك أناس يرون ربهم كل يوم وأناس يرون ربهم كل مدة. فسبحان الله العظيم، ما أعظم من رؤية رب العزة سبحانه وتعالى، وليس هناك نعيم أعظم من ذلك. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة.